يا مساء النور، يا مساء الامل والسعاده. كيفكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. حبايب قلبي، اليوم رجعت لكم بفيديو العجين. طبعا صار لنا فتره طويله فيش عنا طحين، وقلنا خلاص لازم نشتري. عاد اشترينا رطل 3 كيلو طحين، وهلقيت امي عجنت العجين وراح ناخدها على الخباز. وتعالى حبايب قلبي اقول لكم اليوم استغلنا من اكله بايته، كيف نعمل اكله جديده وحلوه. طبعا حبايب قلبي، هي التسبيكة من امبارح تقريبا المسا. فقلت لازم استغلها، ريحتها كتير حلوة. طبعا هي عبارة عن فليفلة وحمص كده، يعني زي يخنية. فقلنا لازم نستغل هاي عفوا، نستغل هاي اليخنية كده التسبيكة، ونعمل مقلوبة روعة من فكرة أهل غزة في الحرب. تعالوا اقول لكم، جبنا اكمل حبه باذنجان. طبعا عشان احنا بدنا نوفر في الزيت، واسعار الزيت كتير هون غاليه، إن بدناش نقليهم، لا بدنا نحط شويه سمنه. اشترينا وزن تقريبا وشويه زيت، وحطيت في الرمل بصل اخضر وفلفل والثومه، وقعدت اشلوح في الباذنجان مع البصل مع الثوم مع الفلفل لما اشوف لونه بدا يتغير على الاخر، لانه احنا مش ما قلناش البتنجان، لا توفيرا للزيت. بما ان احنا عندنا ازمه زيت هون والاسعار كتير غاليه، فإنا بدنا نعمل هاي الطريقه، وانتم جربوها ان شاء الله رح تعجبكم باذن الله. بنخليه بيضبل على الاخر بالشلوح مثل ما انتم شايفين. طبعا انا قبل في عملته كده، وقمت رشيت عليه شويه ملح بحيث يشرب الزيت كتير. لو تعطي حبايب قلب الريحه بصراحه التومه بتعمل للاكل ريحه غير شكل. طبعا ما شاء الله، وانا عم شلوح في الاكل، الريحه بصراحه بتقتل، ريحتها كتير كتير حلوه. وهي بصوا كده، هي التسبيكه صراحه لونها كتير كتير حلو وغامق. هلقيت انا اشتريت امبارح في المشتريات علبة صلصة، هلقيت رح نشوف اذا صلصتها كافية. بدناش نزود صلصة. اذا صلصتها مش كافية رح نزود تقريبا معلقة صلصة، ورح نشوف مع بعض انا وانتو كيف الاكلة الاقتصادية هاي رح تطلع كتير حلوة. طبعا هي اكلة متوفرة، وطعمتها بصراحة زي كأنك حط عليها لحمة وقالي المكونات. طبعا احنا عارفين المقلوبة عبارة عن بطاطا وبتنجان وقرنبيط لو في موجود، بس حاليا لا يتوفر للأسف، الأسعار نار. يا دوب يا دوب قدرنا نوفر البتنجان، إن حتى نوفر في الخبز. يعني انتوا عارفين إن أهل غزة هلقيت عندهم أزمة طحين، فإننا بدنا نوفر في الخبز. فالأكل بصراحة رح تطلع روعة روعة كتير. وجربوها ودعولي وكتبولي تحت في الكومنتات شو تعليقكم على الأكلة. إن شاء الله رح تعجبكم بإذن الله، توفير لإلكم وطبعا رح توفروا زيت وتوفروا كل إشي مثل ما انتم شايفين. طبعا هاي الخلط التسبيكة هاي إذا ما كانتش يا حبايب قلبي متوفرة عندكم، فيكم طبعا تعملوها. بتحطوا طبعا لو مش متوفرة عندكم هاي، بتعملوا بتحطوا مثل ما انتم شايفين معنا الباذنجان مع البصل مع الفلفل مع الثوم. انت ليش تحكي؟